بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. عابر جنسي ولا مخنث؟ أوقات كتيرة ناس بتفتكر الانزعاج الجندري أو العبور الجنسي هو شيء بيكون مرتبط بإن أنا أكون مخنث، بس هل ده حقيقي؟ هنعرف مع بعض. بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. بس ما تنساش ان انت تشترك على القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس ونفيدهم. وما تنساش تعمل لايك علشان انا بتعب والله. ويلا بينا. اولا احنا محتاجين نعرف ان الانزعاج الجندري مش اضطراب في الشخصية، مش اضطراب شخصية، ومش اضطراب عقلي، وان انا ما عنديش مشكلة في عقلي، ما عنديش مشكلة ما. تمام. مخلياني اقول ان انا منزعج جندريا او منزعج جنسيا. الانزعاج الجنسي هو ان انا بيكون مخي في حتة، تكوين مخي في حتة وجسدي في حتة تانية. انا مخي مخ ذكر، وجسدي ممكن يكون جسد انثى، كامل او مش كامل. طيب، وكمان انا ببص في المراية، حتى لو انا جسدي جسد انثى انا ببص في المراية وبقول ان ده مش جسدي، ده مش بتاعي. انا ببص في المراية وبقول ده مش انا، ده مش أنا. ليه؟ لأن أفكاري مش مرتبطة بجسمي، مشاعري مش مرتبطة بجسمي، أفعالي اللي أنا باحبها وباحب أعملها مش مرتبطة بجسمي. المنزعج جنسيًا اللي هو الترانسمان أو العابر الجندري بيكون مخه مخ ذكر ولكن جسده جسد أنثى، بمعنى إن هو ما بيحبش يشوف جسمه الأنثوي ده، ما بيحبش يشوف أعضائه دي أصلًا، ما بيحبش يلبس لبس أنثى، ما بيحبش يتعامل زي ما الستات بتتعامل، ما بيحبش حد يشوفه على إنه أنثى، ما بيحبش حد يكلمه على إنه أنثى، ما بيحبش ضمير هي، بيحب ضمير هو. فالعابر الجندري بيمارس حياته بالكامل كذكر حتى لو جسده جسد أنثى. شعور الانزعاج اللي بيكون عند العابر الجندري أو اللي بيكون عندي هو إن أنا دايما بكون متضايق ومتأزأز وزعلان ومخنوق ومنزعج وقرفان وملان. ليه؟ لأن أنا جسمي في حتة، البيت اللي أنا عايش فيه في حتة، ولكن شكلي في حتة تانية خالص، وطريقتي في حتة تانية خالص، وعقلي في حتة تانية خالص. فأنا بحس إن أنا البيت بتاعي اللي هو جسمي في حتة، لكن أنا عقلي وتصرفاتي في حتة تانية خالص. بقول في حتة تانية خالص ليه؟ لأنه أنا بشوف الناس اللي حواليا بيبقوا عايشين حياة طبيعية. الراجل راجل، جسمه راجل، مخه راجل، شكله راجل، بيتعامل على إنه راجل، وهكذا. والست شكلها ست، مخها ست، جسمها ست، حياتها كلها ست. فخلاص، ففي توافق. المخ متوافق مع الجسد، متوافق مع المشاعر، متوافق مع الأفعال، كل ده متوافق مع بعضه. أنا مش كده، أنا مخلوق مختلف، أنا مخلوق مش شبه الناس الطبيعية. أنا مخي في حتة وجسدي في حتة، أنا عقلي في حتة وجسدي في حتة، مشاعري في حتة وجسدي في حتة، تصرفاتي في حتة وجسدي في حتة، وغصب عني حاجة بعملها غصب عني منذ الطفولة. أما بقى المخنث أو اللي هم بيسموهم الانترسكس، هو شخص بيكون عنده تشوهات في الجسد الخارجي، وأوقات بتكون في حاجات تانية وهنتكلم فيها. يعني الشخص اللي بيكون انترسكس هو الشخص اللي بيكون عنده مثلا عضوين في نفس الوقت، اللي هو عنده عضو ذكري وعنده عضو انثوي. الشخص المخنث برضو بيكون عنده مشكلة، ممكن تبقى اعضاؤه سليمة ما فيهاش اي مشكلة، الاعضاء الخارجية، ولكن الكروموسومات بتاعته مختلفة عن الاعضاء بتاعته. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان هو ممكن يكون جسمه جسم انثى، لكن الكروموسومز بتاعته اكس واي اللي هي كروموسومات ذكر، وده شكل من اشكال ان هو يكون مخنث. قصة الكروموسومز دي قصة كبيرة ممكن نبقى نتكلم عليها فيما بعد، ولكن الانترسكس هو شخص بتكون الكروموسومز بتاعته مش مرتبطة باعضائه التناسلية او بالريبرودكتيف سيستم بتاعه او بالريبرودكتيف اورجنز بتاعته، اللي هو الاعضاء التناسلية او الاعضاء اللي مسؤولة عن الجواز والخلفة وهكذا. ف الذكر الكروموسومز بتاعته بتكون اكس واي، والأنثى الكروموسومز بتاعتها بتكون اكس اكس. فممكن واحدة تكون جسمها جسم أنثى لكن عندها اكس واي كروموسومات الذكر، والعكس. ممكن واحد يكون جسمه جسم ذكر ولكن يكون عنده اكس اكس، ودول بتكون حالات اللي هم بنقول عليهم الخنثى او المخنثين او الانترسكس. طيب،
امتى اقول ان انت انترسكس؟ لو انت عندك تشوهات في اعضائك التناسلية الخارجية تكون انترسكس. اتنين، لو انت شخص عندك مشكلة في الكروموسومز مش مرتبطة بنوعك او بجنسك، يبقى انت برضو عندك مشكلة في ان انت بيطلق عليك انترسكس. لو انت شخص عندك مشكلة في الهرمونات، لو واحدة عندها هرمونات الانوثة الذكورة عالية جدًا أكتر من الهرمونات بتاعة الأنوثة، ممكن يطلق عليها لفظ الintersex، والعكس صحيح. لو راجل عنده هرمونات الأنوثة عالية جدًا وهرمونات الذكورة أقل، ده بنطلق عليهم intersex، مش يا واد يا بت. ممكن تكون intersex لما يكون عندك مشاكل في أعضائك التناسلية بشكل عام، أو المبيضين أو الخصيتين. يعني عندك مشاكل أو تشوهات داخلية أو خارجية في الهرمونات أو في الكروموسومات. طيب، هل كل العابرين جنسيا لازم يكونوا انترسكس؟ لا، ممكن يكون عابر جنسي بس مش انترسكس، ما عندوش اي مشاكل في المشاكل دي، ولكن مشكلته انه مخه مخ ذكر وجسده جسد انثى. انا كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناة عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ونفيدهم. وما تنساش ان انت تعمل لايك علشان انا بتعب والله. وعلى فكرة، انا عملت فيديوهات كتيرة عن الانزعاج الجندري، هتلاقيني ان انا سايب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. ادخل عليهم لو حابب تشوفهم. كان معكم سلام سعد، وتابعوني.